كانت كل حاجة ماشية كويس لحد ما اتقتل مجدي في جرير عمدة في الأوضة بتاعته. الدليل الوحيد اللي سابه القاتل هي صورة لمجدي وهو مبتسم على الأكاونت بتاعه عن فيسبوك. اسمه رامي. القصة اللي هحكيها دي حصلت في سنة 2006 أو 2007 أما بدأ الفيسبوك يبقى حاجة كبيرة. كنت في الكلية في الوقت ده، وزي أي طالب كان عندي حساب على الفيسبوك. في البداية كنا بنستخدمه للألعاب عشان نعمل دعوة لبعض ونشارك الصور أو ننشر أي أخبار مهمة في كل الحرم الجامعي. كانت كل حاجة ماشية كويس لحد ما اتقتل مجدي في جرير عمدة في الأوضة بتاعته. الدليل الوحيد اللي سابه القاتل هي صورة لمجدي وهو مبتسم على الأكاونت بتاعه عن فيسبوك. مجدي كان في السنة الأولى والكلية كلها اتصدمت من موته. في الوقت ده ما كانش الفوتوشوب منتشر، عشان كده ما قدرش غير عدد قليل من الوصول ليه، خاصة الطلاب والمعلمين اللي اشتغلوا في مجلة الكلية. بسرعة الشرطة كلمت كل الطلاب والمعلمين عشان يسألوهم، وبعد أيام من الاستبداد ما كانش فيه دليل على مين قتل مجدي. وعدت أسابيع قليلة على وفاته، وبدأت كل حاجة في الكلية ترجع لطبيعتها لحد ما لقينا جثة ريم مقتولة في حميان البنات. كلنا اتصدمنا عشان برضه صورة الفيس بتاعتها اتغيرت لصورة وهي مبتسمة. الشرطة كانت محتارة عشان في جريمتين قتل حصلوا في أسابيع قليلة في الجامعة. كل الطلاب كانوا خايفين لأن من الواضح إن القاتل ده مش هيتوقف عند قتل طالب واحد. الشرطة حققت في كل المدينة، وقصة الطالبين المقتولين نزلت في التلفزيون. أنا وصاحبي يوسف وباقي السكن، على الرغم إننا كنا في آخر سنة في الكلية إلا إننا كنا خايفين جدا من القاتل متسلسل طليق. وعلى الرغم إننا في أقسام مختلفة بس كنا دايما بنمشي مع بعض. قفلنا باب أوضتنا، كنا بنفتش أوضة النوم كذا مرة في اليوم عشان نتأكد إن مفيش حد. كان في توتر كبير يخص كل الكلية من كل الطلاب، وعينوا أمن جديد ونصحنا إننا نتجنب نكون لوحدنا في أي مكان في الحرم الجامعي. وعدى شهر تقريبا والشرطة ما لقتش أي دليل، والقضية وصلت من طريق مسدود لحد ما اتقتل فيه. وكان في آخر سنة في الكلية ولقوه مقتول في المكتبة. كان موته حرك حاجة جوه كل الطلاب، ما كناش زعلانين أو خايفين، بس كنا حاسين بغضب من واحد بيقتل أصحابنا. وساعتها سمح لكل الطلاب والموظفين يشيلوا معاهم سكين ورششوا الفلفل أو أي حاجة يدافع عن نفسه. وأما الشرطة بصت على صفحة الفيس بتاعت سامي برضه اتغير صورته لصورة مبتسمة. ما كانش في أي ارتباط بين الطلاب اللي ماتوا ما عدا إنهم بيدرسوا في نفس الجامعة وكلهم عندهم فيسبوك. ده اللي قالته الشرطة، وبدأ الجميع إنهم يمسحوا حسابات الفيسبوك بتاعتهم. حتى أنا من يوسف عملنا كده. وحصلت جريمة القتل اللي بعدها بعد يومين بس من القتل سامي. المرة دي كانت بنت اسمها هدير، وكانت في آخر سنة برضه. ما كانتش مسحت حسابها واتغيرت صورتها الشخصية لصورة مبتسمة. في الوقت ده الكلية قررت تنهي الفصل الدراسي وتقفل الكلية ويرجع كل الطلبة لبيوتهم لحد ما يقبضوا على القاتل. أنا ويوسف بدأنا نحضر شنط عشان نبعد عن كل الدراما والنوم. ساعتها سمعنا صوت جاي من أوضة نوم، تقريبا جاي من الجنينة. ساعتها افتكرنا إننا ما فتشناش أوضتنا النهاردة لأننا كنا متحمسين إننا هنرجع البيت. أنا كنت مستعدة عشان أهرب من البيت، بس يوسف متحركش من مكانه وكمان راح لأوضة النوم وبدأ يفتح الباب. وأول ما فتح خرج شخص مقنع، وقبل ما نعمل أي حاجة أنا ويوسف ضربه بالسكينة في رقبته. وافتكرت إن هيكون أنا الضحية التانية، بس بدأت كده لقيت وقع السكينة مليانة دم وجه ناحيتي واداني ورق وهرب. فتحت الورقة وقال فيها: أنا بنتقم، لو عايز تعرف مين روح لحساب الفيسبوك. وكان حاطط إيميل. كل ده كان كتير بالنسبة لي، عشان كده خرجت من أوضة النوم وأنا بعيط. فصرت أعزز صندوق ليا. اتصلت بالشرطة واتقفلت الأوضة بتاعتنا اللي هي مسرح الجريمة، وسلمت الورقة للظابط ودخل على الفيسبوك أكاونت. واللي تعرف من التحقيق كان أكبر من تخيل أي حد. الأربع طلاب اللي اتقتلوا كلهم كانوا جزء من مجموعة على فيسبوك بتتنمر عن الطلاب التانية، خاصة من جايين من أماكن فقيرة. ما كنتش مصدق إن يوسف واحد منهم. طول ما كنت معاه عمري ما شفته بيتنمر على حد، بالعكس كان بيساعد الناس. الأربع طلاب اللي كانوا في المجموعة دي كانوا بيحطوا ليهم صور مرعبة عشان يخوفوهم على النت من غير ما يقابلوهم وجها لوجه في الحقيقة. ودي حاجة بشعة، كانت لعبة بيلعبها الطلاب الأربعة دول على حياة الآخرين. وبرضه لو قرر أي شخص يبلغ الشرطة ما كانش بيبقى فيه فايدة، لأن أبهات الطلاب الأربعة كانوا أغنياء وسهل عليهم يوقفوا الحاجة اللي هتأذي عيالهم. أما القاتل فكانت طالبة أثانوية في سنة أولى، وكانت في المجموعة دي وبيتنمروا عليه
فقررت الانتقام منه مرة واحدة من الأب. ولما الشرطة عملت بحث مكثف عنها عشان يلاقوها، وصلوا إنها مجرد ما قتلت يوسف رجعت تاني لبلدها في نفس اليوم ومش هترجع أبدا. كنت حزين جدا إن صاحبي يكون بالقسوة دي، والحاجة الأكتر صدمة بالنسبة لي إن ممكن استخدام الفيسبوك عشان نأذي غيرنا أكتر من نستفيد منه. وآخر حاجة إن الطلاب الأربعة كانوا بيحطوا صور لضحاياهم على مجموعة فيسبوك متصل، وده اللي عمله القاتل برضه.